حبايبي رجعت لكم تاني بعد الفطير. طبعا ما خد راحته ورفع شويه. بصوا كده، دي قشطه، سواء بقى وش اللبن سواء انت شارياها مش هتفرق كتير عشان تطلع معاكي وش الفطيره حلو. عايزاها بقى تخينه عايزاها رفيعه، افردي على حسب ما انت عايزه. طبعا لما تديني وش قشطه بيساعد على ان الوش يطلع احمر كده وحلو. مش شرط تملي بيها الصينيه. حبايبي رجعت لكم بعد ما سوينا الفطير. شايفين جماله؟ الله اكبر عليه، اللهم صل على النبي. ريحه القشطه والسمنه فيه ولا تكوني جايباه من الفلاحين ذات نفسه. جميل جدا 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 زي ما انتم شايفين كده، جماله وحلاوته. بصوا سامعين الخرفشه بتاعته؟ جميل، لسه طالع من الفرن حالا اهو. ايه رايكم؟ شايفين الطبقات بتاعته؟ جميل جدا جدا. ده ارضيته وده وشه، بجد روعه روعه. يعني اتمنى كده ان انتوا تكونوا شامين الريحه الجميله الحلوه دي، واتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه بتاعتي. الكيلو، يعني الكيلو يطلع معاكي 4 فطاير. دوت انا كنت عامله كيلو الا ربع. كيلو الا ربع عمل معايا يعني الفطيرتين دول فطيره صغيره كمان. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه بتاعتي، طريقه حلوه جدا جدا. واهو طلعيه من الفرن، تحطي عليه حاجه تانية وتغطيه، هيبقى طري معاكي زي ما انت شايفه كده. اقطع لكم بقى كمان حته. شايفين الطبقات؟ البخار بتاعه لسه طالع من الفرن حالا اهو. جميل جدا جدا. اتمنى تجربوه بطريقتي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ويا ترى انتوا عملتوه بالطريقه دي ولا بطريقه اللي هي الحاجات اللي بتقطعوه صغير وبتحطوه على بعض؟ انا على فكره اول مره اجرب ان هي التقريصه الكبيره، يعني الواحده الكبيره. اول مره اجربه. انا الفيديو اللي فات كنت عامله لكم بتعملي كذا واحده صغيره وبتحطيهم على بعض وبتحطي بينهم الزبده او السمنه. انا النهارده زي ما انتم شفتوني عملتها واحده وطبقناها مع بعض، طلعت الورقات الحلوه الجميله دي. شايفين؟ جميل جدا جدا. اتمنى تجربوه بالطريقه بتاعتي وتقولوا لي رايكم ايه. ويتاكل بقى مع عسل اسمر، مع عسل نحل، مع جبنه قريش، مع جبنه بيضه. جميل جدا جدا. ويكفي ان انت عامله الحاجه بايدك وعارفه النظافه شكلها ايه. اتمنى بالف هنا للي شافه اللي هياكل. واتمنى ان انتوا تجربوه بطريقه عزه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات ونتواصل مع بعض. ولايكات يا جماعه. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. واشوفكم على خير ان شاء الله. ومع السلامه حبايبي.